صباح الخير، كل سنة وانتم طيبين. هعمل معاكم النهاردة البيتي فور على الطريقة المصرية بتاعت جدتي اللي بيتعمل بصفار البيض. في وصفات كتير قوي للبيتي فور، بس اللي عايزه دايب وطعمه حلو قوي وفيه كده دسامة يعملوا بصفار البيض. ودي نصيحة مني، ما يعملوش بالبيضة كاملة او ما يحطش بيضة مع صفار البيض، علشان بحس ان طعمه بيقلب بسكوت اكتر، عشان البسكوت هو اللي بنضيف فيه بيضة كاملة. فجربوا الوصفة بتاعتي، مظبوطة جدا وتنفع بالقمع وتنفع بالمكنة، تنفع بكل حاجة، وبيتزين طبعا بطرق كتير قوي، بس هعمل الطريقة البسيطة جدا بتاعت زمان. ويلا على طول نبدأ ونشوف محتاجين ايه. معايا كوباية من الزبدة الصفراء الطرية، لازم تكون بدرجة حرارة الغرفة، ما تكونش سايحة خالص وما تكونش مجمدة طالعة من التلاجة. هنضيف عليها نصف كوب من السكر البودرة المنخول. مهم ان احنا ندخل المكونات بتاعتنا، علشان ده في اي حاجة على فكرة يا جماعة، علشان تخلي الحاجة بتاعتنا هشة ومش مكتومة. اهم حاجة في المراحل بتاعت البسكوت والبيتي فور والسابليه والحاجات دي كلها، ان احنا نضرب المكونات دي جامد جدا بالمضرب الكهربائي او بالستاند ميكسر او حتى بايدينا لو عندنا صحة يعني، لغاية لما تبقى قوامها هش وفاتح زي ما انتوا شايفين كده. عشان احنا مش بنضيف بيكنج باودر، مش بنضيف اي محسنات، فالخطوة دي هي اللي بترفع البيتي فور وبتديله الهشاشة بتاعته. ضفت عليها صفار بيضتين، وطبعا مع استمرار التقليب، ومعلقة صغيرة من الفانيلا، وحطيت عليها 2 كوباية من الدقيق طبعا برضو منخول، ورشة من الملح. هنقلب المكونات دي كلها مع بعض، والعجينة بتبقى طرية جدا زي ما انتوا شايفين كده. سهل قوي ان هي تدخل القمع وتتشكل، او حتى بالماكينة. هنشكل بالمكنة او بالقمع. المكنة المفروض يا جماعة، عشان بتجيلي اسئلة كتير قوي عليها، المكنة العجينة بتاعتها بتبقى طرية زي عجينة القمع بالظبط، يعني ما نحاولش نخلي العجينة قاسية. بنتك تكة وبنعد بالظبط ثانيتين، يعني نتك تكة ونسيبها ثانيتين وهي هتفصل. خطوة مهمة جدا، في ناس بتحط ورق زبدة لما بتيجي تستخدم الماكينة، ما بنحطش ورق زبدة خالص. هو البيتي فور مليان اوريدي زبدة، فلو حطيت ورق زبدة هيلزق في ورق الزبدة ومش هينزل في الصينية كويس وهتتضايق. فالصينية فاضية، ولا بندهنها حتى زيت ولا سمنة ولا أي حاجة، بتدخل الفرن على درجة حرارة 180، بتقعد تقريبا 20 دقيقة. اللي بالشوكولات بشيل معلقتين من الكاكاو واحط عليهم معلقتين من معلقتين من الدقيق واحط عليهم معلقتين من الكاكاو. ومهم جدا في الصينية اللي فيها البيتي فور اللي بالشوكولات تحط واحدة من البيتي فور الابيض، علشان هي دي اللي هتظبط لنا التسوية، علشان احنا مش بنقدر نتحكم قوي في اللون البني، ما بنعرفش نشوف استوى كويس ولا لا. فبحط واحدة لونها ابيض كده علشان اعرف من خلالها البيتي فور استوى ولا لا. ممكن كمان نفتح الشواية عليه من فوق لو حسيتوا ان هو ما اخدش لون من فوق كويس، او الفرن بتاعكم موزعش الحرارة بطريقة كويسة. ولما يبرد تماما بقى بنزينه بالطريقة التقليدية جدا، من جوه مربى ومن بره بنحط عليه شوكولاتة سايحة، وبنزوقه بقى بالسبرينكلز او بالمكسرات او جوز هند حسب الرغبة. الفيديو بتاعي خلص، اتمنى ان هو يكون عجبكم. سيبولي اسئلتكم تحت في الكومنتس، بكون سعيدة وانا برد عليها. اشوفكم ان شاء الله في فترة تاني قريب، وباي باي.